اهلا بيكم اعزائي المتابعين وفكره جديده من قناه كوره بوكس. هنقدم لكم يوميا ان شاء الله نشره اخبار فيها كل ما يهم الشارع المصري، فيها كل ما يهم الجمهور والحاجات اللي الجمهور عايز يعرفها. كوره بوكس عنده مراسلين في كل الانديه وفي كل الاتحادات، شبكه كبيره، وبنحاول ان احنا يعني نجيب لكم افضل حاجة. بنحاول نجيب لكم الخبر من مصدره. انتوا هتتابعوا معانا وتشوفوا مصداقية الاخبار بتاعتنا. يعني بمرور الوقت هتعرفوا ان احنا فعلا بنقول المعلومة الموثقة والاكيدة. ندخل بقى في اول موضوع معانا، هو موضوع احمد زيزو نجم الزمالك. خلينا نقول لكم باختصار عشان خاطر وقت الفيديو احنا هنكون حريصين دايما ان المعلومه تروح بشكل يعني سريع. اول حاجه اللعيب ما عندوش مانع ان هو يقعد في الزمالك، ولكن يضمن فلوسه، يضمن الراتب السنوي بتاعه 80 مليون بالظبط، 80 مليون في الموسم لمدة عقد لمدة 3 مواسم. الزمالك زيزو عايز يأكد في العقد المبلغ دوت ويذكر في العقد المبلغ دوت. الزمالك عايز يعني يذكر مبلغ ويتم بعد كده يكون في يعني استكمال لباقي المبلغ عن طريق شيكات للاعب، لكن العقد مش هيتكتب فيه 80 مليون يعني دي. لكن زيزو رافض النقطة ديت، زيزو عايز يجدد بالرقم اللي هو يتفق عليه يتكتب في العقد. لما جه عرض الاتفاق ده عرض إدارة الزمالك شايف إن هو عرض ممتاز، إن اللعيب يخرج إعارة 6 شهور بمليون ومتين ألف دولار تقريبا، مش مليون ونص يا جماعة، وحوالي مليون ومتين ألف دولار. شايفين إن الرقم ده رقم كويس، خاصة إن هم يحطوا بند إن لو الاتفاق اشتراه نهائيا في نهاية الموسم هيدفع 3.5 مليون دولار، وده رقم كبير. برضو زيزو مش ممانع، ولكن زيزو مش عايز يمشي والجمهور يقول عليه إن هو ساب الفريق ومشي وخان والكلام ده كله. فهي الفكرة إزاي هيتم إخراجها. فالأقرب حاليا هو رحيل زيزو. الأقرب حاليا زيزو هيخرج إعارة لمدة 6 شهور أو فيما بقى يتبقى من عقده. لو جدد عقده هتبقى إعارة، لو جدد عقده هيبقى إعارة 6 شهور أو بيع نهائي، لأن موضوع البيع النهائي لسه مفتوح يعني. الموضوع التاني اللي معانا هو موضوع شبه زيزو ولكن في الأهلي. ندخل بقى في ملفاتنا اللي في الأهلي. موضوع أكرم توفيق. أكرم زي ما معلوم للجميع عنده عرض من الشمال القطري، موسم أول مليون دولار، موسم تاني مليون ومتين، موسم تالت مليون وتلتمية ألف دولار. طبعا عقد كبير. أكرم عايز يروح، يعني أكرم اختياره الأول والتاني والتالت إن هو يطلع قطر، ولكن عنده مشكلة زي مشكلة زيزو بالظبط. هو مش عايز يخسر الجمهور، مش عايز يبان إن هو ساب النادي ومشي، يعني خاصة ان الشمال هيدفع له فلوس زيت لانه هيبقى فري. ففكر ان هو حتى يجدد عقده مع الاهلي ويطلع اعارة او يتباع لان الاهلي يستفاد منه فلوس. النادي القطري رافض الفكرة ديت وعايز هياخد اللعيب زي ما اتفق معاه ومع وكيله، او زي ما بعتوا له عرض على الاساس ده ان هياخد فلوسه دي لان هو فري. فاكرم مش عايز يقفل باب الاهلي في وشه. بعد كده عايز لما يبدأ يرجع يلاقي الأهلي لسه الباب بتاعه مفتوح، يلاقي الجماهير مرحبة بيه. دي مشكلة أكرم، ولكن حاليا هو بيشوف لها برضو ازاي يخرجها يعني. ولكن الأهلي عرض عليه، الحقيقة الأهلي عرض عليه ان هو يوصل لفئة أولى، ورقم كبير أكيد مش رقم شبه اللي هياخده في قطر، ولكن رقم كبير يعني بيوصل ل20 مليون جنيه في الموسم الواحد، وده أكرم مش مرحب بيه تماما حاليا. الحاجة التالتة بقى وسام أبو علي. وسام طبعا ألف سلام عليه، كان تعرض لإغماء في الطيارة وهو والبعثة راجعة من كوت ديفوار، لكن حاليا هو كويس. خلينا أقول لكم إن عقد وسام أبو علي 4 سنين ونص من ساعة ما الأهلي وقع معاه، يعني بخلاف الموسم ده يتبقى 3 مواسم في عقد وسام أبو علي. الجديد إن اللعيب عنده عروض، اللعيب عنده عروض من الخليج وعنده عروض من اوروبا، مش دوريات كبيره. يعني بحسب معلوماتنا ان هو عنده عرض من الدرجه التانية في اسبانيا، مش حاجه مغريه ان هو يمشي من الاهلي ويسيب الاهلي، خاصه ان هو داخل على كاس عالم للانديه. ولكن عنده عروض. الموضوع ده يعني قلق مسؤول الاهلي جدا، وخلى الاهلي يبدا يفكر ان هو يمدد عقد وسام سنتين كمان غير السنه ديت. يعني غير السنه دي هيكون في 3 سنين، الاهلي عايز يوصل ل5 سنين مع وسام ابو علي.
هم شايفين ان هو لايق على الاهلي ككواليتي وكشخصيه، شايفين كمان ان عمره صغير، يعني لعيب يقدر يديك سنين قدام. ففكره التجديد مع وسام او التمديد عقد وسام مع الاهلي دي موضوع، او ده موضوع الاهلي هيفتحه الفتره اللي جايه، خاصه مع كلام الوكلاء والعروض يعني هم مش عايزين اي حاجه تلعب في دماغ الولد يعني، ويبدا ان هو يكون مركز في الملعب وبس. اكيد طبعا الراتب بتاعه هيعلى. وسام حاليا بياخد 600 الف دولار، اكيد طبعا الاهلي هيعلي راتبه عشان خاطر يكون تركيزه كامل مع الاهلي. خلينا بقى ندخل في منتخب مصر. منتخب مصر يا جماعة عنده عرض قوي جدا حقيقة يعني. منتخب مصر عنده عرض ان هو يلاعب كوريا واليابان في نوفمبر الجاي. نوفمبر الجاي ما فيهوش ماتشات رسمية، هيبقى كله وديات لمنتخبات اسيا ولمنتخبات افريقيا. اوروبا هيكون عندها ارتباطات رسمية في دوري الامم الاوروبية، ولكن اسيا وافريقيا هيلعبوا وديات. منتخب مصر عنده عرض ان هو يلعب كوريا الجنوبية في سيول، ويلعب اليابان في طوكيو. هتبقى جولة اسيوية في نوفمبر. منتخب مش هيتكلف اي حاجة، اتحاد الكرة المصري مش هيتكلف اي حاجة، لا طيران ولا اقامة. وكمان هياخد فلوس. يتردد يعني العرض المبدئي من الشركة اللي هتنظم الماتشين دولت ان منتخب مصر هياخد في الماتش الواحد 100 الف دولار مع نسبة من حقوق البث التلفزيوني هيتم الاتفاق عليها يعني. وممكن كمان الرقم ده يزيد شوية يعني، ده رقم مبدئي وأكيد هيكون عليه تفاوض من جانب اتحاد الكرة. ولكن منتخب مصر عنده عرض على الترابيزة من كوريا واليابان، وهيلاعب كوريا في سيول ويلاعب اليابان في طوكيو، طبعا في وجود محمد صلاح. يعني اكيد العروض ديت مش بتيجي عشان خاطر صلاح ما يجيش، وكمان دلوقتي بقى صلاح ومرموش يعني، فاكيد طبعا صلاح ومرموش لازم يكونوا موجودين، وده بند هيكون واضح في عقد الماتش. ندخل بقى على موضوعنا الخامس السخن جدا، موضوع حسام حسن وهاني ابو ريدة. خليني اقول لكم يا جماعة ان هاني ابو ريدة منتخب من حوالي شهر ويومين، يعني بتاريخ الفيديو النهاردة 13 يناير، هيكون شهر ويومين بالظبط، او شهر يعني ويوم، قول شهر قول شهر. ما عادش مع حسام حسن خالص. بيتهرب ان هو يقعد مع حسام حسن، وحتى حسام حسن مش مرحب ان هو يقعد مع بريدة. هم سايبين الموضوع ماشي زي ما هو ماشي بشكل عام. يعني مش عايز اقول الاتنين مش طايقين بعض، ولكن الحقيقة ان مفيش ود، مفيش علاقة ما بين الاتنين. حسام حسن يعني عنده احساس ان هو هيمشي قريب. هاني ابو ريدة مستني اي فرصه عشان يمشي فيها حسام حسن، ده الكلام الاكيد يا جماعه. وافتكروا الكلام دوت، وافتكروا القناه هنا قالت ايه بتاريخ 13 يناير. في اقرب فرصه حسام حسن هيسيب منتخب مصر وهيمشي منتخب مصر، وده هيكون قرار هاني ابو ريدة، لان هو مش حابب حسام حسن بسبب الخلافات اللي قبل كده، سواء في التصريحات وحاجات شخصيه يعني. حسام حسن ما عندوش الحته اللي هو ان هو يسايس اموره ويمشي اموره، لا هو الراجل يعني مش عايز يتعامل مع ابو ريدة، وابو ريدة بيحاول ان هو يبان قدام الرأي العام ان هو ما عندوش مشكلة، ولكن هو فعلا مستني اول فرصة عشان خاطر ياخد قرار رحيل حسام وابراهيم. انتهى الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في قناتنا، وان شاء الله كل يوم هيكون في جديد وحصريات. السلام عليكم.